لما ريد بول في سنة 1987 حبت ان هي تنزل الاسواق الاوروبية، ساعتها كوكاكولا كانت مكتسحة الدنيا هناك. وطبعا ساعتها عشان تنزل تنافس منتج زي كوكاكولا كانت طبعا المنافسة اكيد هتبقى صعبة جدا. انت نازل دلوقتي تنافس مشروب غازي بقاله كتير جدا، طعمه حلو، تأثيره حلو على الناس، لما بتشربه بتتبسط وتنتعش، فطبعا المنافسة مش هتبقى سهلة ابدا. وعشان كده ريد بول لما نزلت قررت ان هي تعين وكالة ابحاث تنزل تتطقص كده ورا الناس اللي جربوا لسه ريد بول اول ما نزلت، ايه رأيهم وايه اقتراحاتهم للمنتج الجديد. وهنا كانت المفاجأة اللي لا على البال ولا على الخاطر. شركة الابحاث دي راحت للناس بتاعه ريد بول وقالت لهم الناس لا طايقاكم ولا طايقه المشروب بتاعكم، الناس شايفه ان المشروب بتاعكم طعمه وحش، ومش بس كمان طعمه وحش، ده كمان اغلبهم او كلهم اشتكوا ان هم اول ما شربوا ريد بول حسوا بهيبره وتوتر غير عادي. وهنا بقى تكمن القصه والعبره في اللي ريد بول عملته. هم ببساطه عملوا حاجه اسمها ريبراندنج او ريفريمنج. عارف الفريم او الاطار اللي بيبقى محاوط الصوره في البراز بتاعها؟ هي غيرت الفريم او الاطار ده بفريم او اطار جديد. ريد بول لما وصل لها اراء الناس في المنتج بتاعهم تاكدت ان هي مش هتعرف تنافس منتج زي كوكاكولا، ومن هنا قرروا ان هم يعيدوا نزولهم للسوق من تاني بس بصوره مختلفه، وهي انهم دلوقتي ما بقوش سوفت درينك او مشروب غازي، هم بقوا فانكشنال درينك، مشروب وظيفي. ليه وظيفي؟ نزلوا قالوا للناس يا جماعه احنا مش مشروب غازي تشربه بالليل وانت سهران مع اصحابك وعايز تتبسط، لا احنا مشروب طاقه تشربه لما تبقى عايز تعمل نشاط وانت بكامل قوتك وتركيزك. ومن هنا ابتدت تستهدف في حملاتها الدعائيه والاعلانات بتاعتها انواع رياضات مختلفه، وعملت السلوجن الشهير بتاعها ريد بول بيعطيك جوانح او جوانح مش عارف. ومن هنا الناس ما بقوش يحطوها في مقارنه مع كوكاكولا خلاص، وبقى اي حد عايز ينزل الجيم، عايز يلعب رياضه، رايح امتحان وعايز يبقى فايق، اول حاجه يفكر فيها هو ان هو يروح يجيب كان ريد بول. ومن هنا نستنتج ان الفكره عن المنتج بتاعك اللي انت بتزرعها في دماغ العميل اللي انت عايز تبيع له اهم بكتير من المنتج نفسه اصلا. طريقه عرضك للموضوع، طريقه كلامك، الطريقه اللي بتطلب بيها الحاجه من اللي قدامك هي اهم من اي حاجه ثانيه. فخليك ذكي زي ما ريد بول عملت، وافضل ريفريم لحد ما توصل لافضل نتيجه انت عايزها.